احنا دلوقتي خلصنا أول خطوة وهي إضافة المنتجات. تعالوا نموف على الخطوة التانية وهي الويب سايت بيلدر، إن احنا نبني الموقع بتاعنا أو الويب سايت بتاعنا. طبعا احنا بعد ما ضفنا المنتجات هنا ظهرت لنا الداشبورد، بس احنا هندوس هنا على إنشاء موقع أو منشأ الموقع الويب سايت بيلدر. هيودينا على الصفحة دي. هنا قدامك اختيار من الاتنين، يا إما إن أنت تنشئ الويب سايت بتاعك أو الموقع بتاعك من الصفر بدون أي حاجة، create your own theme، او ان انت تختار ديفولت تيم هي معموله اوريدي جاهزه. انت بتختارها، بتبتدي تعدل فيها شويه حاجات وبترفع الويب سايت بتاعك او الموقع بتاعك. بتدوس هنا على جيت تيم، ولو عايز تشوفها من قبل ما تدوس على جيت تيم بتدوس على بريفيو. هنا بيديك بريفيو سريع عن الثيم، بيقول لك شكلها عامل ازاي او الويب سايت بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. انت ممكن تخش تعدل عليه. تمام. خلونا نرجع هنا، دوسنا على جيت تيم. اول ما هندوس على جيت تيم هتكتب الثيم نيم، تكتب ثيم 2، تكتب اللغة انجليش او عربي، وبتختار البيزنس تايب بتاعك اي كوميرس، وبتختار برضو التايب سواء آه، ملابس او شوز اكسسوارز او هوم اند كيتشن او بيوتي اند بيرسونال كير وهكذا. تختار السب كاتيجوري وبتكتب اسم الويب سايت بتاعك اللي انت عايز ايه تعمله. سايت بيبقى دوت سريع دوت شوب، وهنا بتختار لو انت عندك بلوج او لا. بس يس. تمام. اول ما عملنا كده ودانا على طول على صفحة البيلدر او المنشأ. هنا ظهرت لك على طول البرودكتس بتاعتك اللي انت عملتها او المنتجات اللي احنا عملناها، تبتدي تعدل بقى على الويب سايت بتاعك بحيث تطلعه بالشكل اللي انت عايزه. تمام. تقدر هنا تخش عايز تعدل على الهيدر او الفوتر، انت عندك هنا ده الديفولت بتاعه، بس تقدر هنا تخش على هيدر، تقدر تعدل عليه من هنا، تقدر تحط اللوجو بتاعك. هنحط ده. تقدر تتحكم فيه بحيث ان انت عايز تكبره عايز تصغره. وتقدر هنا مثلا تعدل على اللون، لو مثلا اللون تخليه هنا عندك color palettes. تقدر تروح على الفوتر برضو تعمل نفس الكلام، تحط اللوجو، عايز تكبره عايز تصغره. تقدر برضو تعدل على اللون. عايز تقدر تحط انيميشن زي كده، فيت ان. تقدر تغير في الديسبلاي او الجابس اللي بتحطها، السبيسنج، حاجات كتير جدا. في الاخر بتدوس done. هنا لو عايز تربط الايكونز بالسوشيال ميديا بتاعتك، هتخش هنا تدوس على settings. هنا الباك جراوند ده الايكون بتاعت فيسبوك. بتلينك، بتنافيجيت تو، تختار external URL. هنا بتحط ال URL او اللينك بتاع صفحة الفيسبوك بتاعتك وبتدوس done. خلاص هو كده. وانس ان الكاستمر بتاعك او العميل بتاعك بيخش يدوس على هنا بيوديه على الفيسبوك بتاعك، صفحة الفيسبوك بتاعك على طول. وهي نفس الكلام اليوتيوب انستجرام واكس. خلينا نرجع على صفحة الهوم بيج أو الصفحة الرئيسية. تمام. تقدر تعدل على الكلام زي ما انت عايز. بتدوس سيف بتلاقيه اتغير معاك. تقدر هنا تفري دراج برضو، أي حاجة عايز تحركها من الويب سايت في المكان اللي انت عايزه. بس ان انت بس بتحط عليها بتهوفر عليها وبتدراج تبتدي تتحرك معاك.
كل حاجة، الصور، السكشنز، تقدر تحركها مكان ما انت عايز. تقدر تلينك الحاجات دي برضو، يعني انت مثلا هنا عندك شوب ناو، تروح داخل عليه لينك. طبعا شوب ناو دي هتوديه على البرودكتس، صفحة المنتجات بتاعتك. تروح دايس هنا done. هو اليوزر أول ما هيدوس على شوب ناو هيوديه على صفحة المنتجات. هنا دي البرودكتس بتاعتك، ودي الكوليكشنز، بس احنا عشان ما حطيناش كوليكشن فهي مش ظاهرة حاليا، خليها نمسحها. هنا عندك في السايد منيو تقدر تدراج وتدروب أي حاجة أنت عايزها. هنا لو عندك best selling products، دي بتعملها ازاي؟ دي بتعملها من خلال ان انت بتخش هنا كل المنتجات زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ان انت بتخليه اعلى مبيعا، فهتلاقيه بيظهر لك هنا، فبتقدر تسحب دي كده وتحطها. المفروض تظهر لك معاك هنا، بس احنا عشان ما عملناهاش. عندك هنا بتقدر تدخل هنا على كل السكشنز اللي عندك هنا هيرو سيكشنز، تقدر تختار منها اللي انت عايزه وتعدل فيها وتحط صورك زي ما انت عايز. بتدوس هنا على change image، تغير الصورة، وتغير الصورة عادي تتغير معاك، تقدر تتحكم فيها عايز تحطها فين بالظبط. نرجع لو عايز نرجع تاني. ألوان الباتنز، كل حاجة تقدر تتحكم فيها تغيرها، بس تغير لون الباتن. عايز تعدل على الكلام اللي جوه الباتن، الشوب بدل add to cart، كذا اتغيرت معاك. في هنا sections كتير قوي تقدر تختار منها، هتسهل عليك وهتخليك برضو تديك. يعني مثلا هنا عندنا في البرودكتس، في عندنا كذا سيكشن للمنتجات او البرودكتس. في هنا ده الترندنج برودكتس، سيكشن تاني تظهر بيه منتجاتك، سيكشن تالت ده البيست سيلينج برودكتس. هنا تقدر تدرج الصفحة كده عشان تكبرها معاك. ده سيكشن مختلف تماما، شكل السيكشن بيبقى مختلف، شكل البرودكتس بيبقى مختلف، بيتغير معاك على حسب السيكشن اللي انت عايزه. تقدر تعدل عليه برضو، هنا في شكل مختلف، انت ممكن تغير الصورة دي ده كده مثلا، وبتقدر هنا البرودكتس تطلع لك بس في شكل منيو شوية أو شكل مختلف شوية عن اللي احنا بنعمله. يعني ممكن هنا تقدر تمسح عادي انت عملته. في عندنا برضو سيكشنز تانية زي الكاتيجوري سيكشن أو سيكشن الفئات. احنا ما عندناش غير فئة واحدة هي other، ومحطلناهاش صورة عشان كده مش ظاهرة. في سيكشنز تانية زي السيل، لو انت عندك سيل أو حاجة بتقدر تحطها. تقدر تعدل على كل حاجة، بتقدر تعدل على الألوان، على الصور، على الشكل، على الحجم. هنا لو عايز تاد element تحتيه على طول من غير ما تدرج أو تضرب أو تسحب. عايز تحط heading، عايز تحط break through أو break line أو حاجة، عايز تحط hero section زي ده مثلا، أهو اتضاف معانا سيكشن جديد خالص. تقدر تعدل عليه، على الكلام، على الصور، على كل حاجة تقدر تغير فيها. لك هاجي تسحب كده. هنا add element، عايز تحط category section، هنا بيظهر لك الكاتيجوريز اللي عندك. احنا ما عندناش غير كاتيجوري واحدة اللي هي other أو الفئات. مثلا عايزين نضيف collection، بس احنا ما عندناش collection لسه. product section تاني، product sections بس مع filter. هنا FAQ section، ده لل frequently asked questions، الأسئلة اللي بتتحط. لو
عايز تضيفه برضو تقدر تعدل الكلام فيه، تقدر تغير الألوان، تقدر تغير الفونت، تغير كل حاجة، تخليه بولد، تخليه إيتاليك، تخليه أندرلاين، تقدر تعدل كل ده. نمسحه خالص، سيف اهو. تقدر تعدل على الأنيميشن كمان، تقدر تخليه يتحرك يفيد in يفيد من left وهكذا. في هنا product gallery section، تقدر تغير الصور دي كلها وتحط صورك، صور منتجاتك أو صور اللي انت عايز تحطها، وتقدر تغير في الكلام برضو وفي الألوان وفي الأحجام وفي كل حاجة. عايز تغير الحجم هكذا هكذا. لو عايز تمسح حاجة معينة بتمسح من هنا، لو عايز تغير الشادو تستعمل انيميشن، الدايمنشنز عايز تكبر وتصغر من هنا برضو. ده بالنسبة للعرض والطول. في الآخر بتستن. في هنا عدد يعني كبير جدا، كوليكشن كبيرة جدا من سيكشنز، تقدر تحط اللي انت عايزه بحيث ان انت ايه تختار الحاجة اللي انت عايزها او تطلع الشكل اللي انت عايزه في الاخر. ده هنا عندنا مثلا جريد سيكشنز بيعرض لك السيرفيسز، لو عايز تعرض السيرفيسز بتاعتك تحط صورك برضو وتغير الالوان زي ما انت عايز، تغير الصورة من هنا من هنا، بس تحط صورة جديدة تغير الصورة بتاعتك تحط الصورة دي هكذا. تمسحه خالص كده، مسحت الصورة خالص فما عندكش غير البطن بس. برضو تقدر تعدل على بقية الصفحات. انت عندك هنا مثلا صفحة الكاتيجوريز أو الفئات، تقدر تعدل فيها. عندك هنا صفحة السنجل برودكت، صفحة البرودكت الواحد، المنتج الواحد بتاعك بيبقى ظاهر بالشكل ده. تقدر تعدل برضو هنا على الكالر، الألوان بتاعت الباتنز عندك، الألوان بتاعت السعر، لو عايز تغير لون السعر من الأخضر تخلي كده. تقدر تغير الكلام نفسه وهكذا. زي ما قلنا برضو تقدر تفري دراج، تحرك أي سيكشن أو أي حاجة في البيج أو في الويب سايت زي ما أنت عايز في المكان اللي أنت عايزه وهتثبت معاك وهكذا. مجرد إن أنت بس بتهوفر عليها أو بتحركها بالماوس تتحرك معاك. وونس إن أنت خلصت وظبطت كل حاجة وحطيت البرودكتس بتاعتك وحطيت كل حاجة، تقدر تببلش وكده خلاص. يبقى الويب سايت بتاعك خلاص، أول ما بتدوس هنا بيبقى published، الويب سايت بتاعك بيكون جاهز ويبقى خلاص.